ما تنساش الاشتراك في القناة حبيب اخوك، عاوزين نوصل ل 2000 مشترك. يلا بينا. دي بتكون دارسي بكره يوم جوازها، فعامله النهارده حفله وعازمه فيها كل قرايبها، فبتجي لها امها ريناتا واللي ما بتكونش موافقه على العريس عشان هو مش من مستواهم، وهم بيتكلموا بتدخل عليهم ام العريس كارول وبتسلم عليها، وده ابو العريس لاري جاي الفرح يصور بس. فكارول بتدي لدارسي هديه عيد جوازها، فبتطلع جايبه لها سكاكين مصديه لتقطيع التورته، فبتقول لها كل فرد في عيلتنا استخدم السكاكين دي في يوم فرحه. دارسي بتضحك بالعافيه مش عارفه تقول لها ايه، فبيظهر ابوها روبرتو فبيدخل يسلم عليهم، وبيسلم كمان على طليقته ريناتا، وبيكون جايب معاه خطيبته هاريت، واللي اول ما ريناتا بتشوفها الدم بيجري في عروقها، وبتقول لهم انا رايحه الحمام. واخيرا بيظهر العريس توم فبيدخل يسلم على حماه، فما بيكونش طايقه هو كمان. بعدها بتظهر طياره هليكوبتر وبيكون راكب فيها شون الاكس بتاع دارسي، فابو العروسه بيروح يسلم عليه وبياخده بالاحضان، وبيقول له مش كان زمانك انت مكان البقف ده. فدارسي بتروح لتوم وبتقول له انا ما كنتش اعرف انه هيجي، ابويا اللي عزمه. فقال لها والدم بيجري في عروقه عادي، انا مش متضايق خالص. فشون بيروح يسلم على دارسي وبيطنش توم، فبيقول لها معلش اتاخرت، اصل ابوكي بعتني مشوار اليابان ولسه جاي. وتوم واقف وراها يبيض، فقالت له انا عاوز اعرفك توم خطيبي. فبيسلموا على بعض، فشون بيقول له انت شغال ايه؟ فابو العروسه قال له ده عاطل ما بيشتغلش. فشون قال له بجد ما تقلقش الدنيا هتبقى تمام وتلاقي شغل. وبتبدا الحفله بعد كده، ودارسي بتقوم ترحب بالمعازيم، وتوم بيقوم بعدها هو كمان يرحب بيهم. فشون قام هو كمان عشان يوجب، وبيفضل يتكلم على دارسي، فبيقول لها كاتو كاتشي، فهي الوحيده اللي بتضحك. فتوم بيقول لها انت بتضحكي على ايه؟ ده حكينا معاكي. فبتقول له ده شتيمه من دوله بالي سمعتها لما كنت مع شون. تاني يوم الصبح العريس بيجهز عشان الفرح، والعروسه كمان بتجهز، وبتلبس فستان ام العريس كارول اللي لبسته لما كانت بتتجوز، وبنتها جيني اللي هي دي لبسته لما كانت بتتجوز هي كمان. فبتتصدم ومش عارفه تعمل ايه، فبتبعت رساله لتوم وبتقول له انا عاوز اكلمك ضروري. فبيروح يقابلها، فبتقول له انا مش مرتاحه من الجوازه دي، انا كنت عاوزه حفله على الضيق. فقال لها هو ده اللي عاوزه تكلميني فيه؟ انا كنت بحسب عاوزه تفركش الفرح. فقالت له هفركشه ليه؟ انا كنت عاوزه فرحنا على مركب وسط البحر ولوحدنا. فبيقولها بس امك كانت هتزعل وهتموت فيها. فبتقول له يا امك اللي عاوز ترضيها، مش كمان لابسه الفستان بتاعها؟ فكلمه منه على كلمه منها خبطته بالقلم ورمت الدبله في وشه. في الوقت ده كان في مجموعه من القراصنه مسلحين هجموا على الفرح وجمعوهم كلهم عند حمام السباحه. فزعيم القراصنه بيقول لهم اللي نادى عليه يرفع ايده، فبينادي عليهم واحد واحد وبيعلق فيهم اساميهم، وهما فضلش الا دارسي وتوم بس. توم شافهم فراح يدور على دارسي، فبينادي عليها عشان تفتح ليه، فبتقول له لا مش فاتحه. فبيقول لها مش وقته، بطلي عبط هنتقفش. فبيلف ليها وبيكسر الباب وبيدخل، فبيقول لها وطي صوتك في قراصنه موجودين بره ومسكوا كل المعازيم. فبتروح تتاكد لقت قرصان جاي ناحيتهم، فدخلت تاني جوه عشان تتصل بالشرطه، لقت الحراره مقطوعه، فبيدخل عليهم القرصان. فتوم بيهجم عليه بالملايه، ودارسي بترش عليه مصبه شعر، فبترش في عين توم فبيقع على الارض. فبترش في عين القرصان ما بيأثرش فيه عشان لابس نظاره، فمسكها ورماها على الارض جنب توم وقام رابطهم. وكلم القائد بيقول له انا قبضت عليهم. فالقائد بيقول لهم فين ابو العروسه؟ فروبرتو بيقول له انا عاوز ايه؟ فقال له انا عاوزك تحول على الحساب اللي هديهولك 45 مليون دولار. فبيقول له مش هدفع حاجه غير لما اشوف بنتي. دارسي وهي في العربيه بتقول للقرصان ده انا عاوزه سجاره، فبيقول لها لا. فبتقول له انا خرمانه وعاوزه سجاره هات واحده. فصاحبه بيقول له اديها سجاره يمكن تسكت، فبيولع عليها السيجاره، فبتولع في دماغ القرصان ده اللي كانت رش عليه المثبت، فالنار مسكت في دماغه فبيتخلصوا منهم. بس العربيه بتفضل ماشيه ومش عارفين يفكوا نفسهم لحد اما توم قدر يفك ايديهم وخرجوا من العربيه. فالفستان مسك في العربيه، فتوم فضل يشد فيها لحد ما الفستان اتقطع، فما بيلحقوش يرتاحوا وضرب النار اشتغل، فجريوا على الغابه يستخبوا. فالقرصان الذخيره اللي معاه خلصت، فدارسي وتوم هجموا عليه ووقعوه. فدارسي خدت منه القنبله وتوم خبطه بالرجل وقع على دماغه مات. فبيكتشفوا ان القنبله ما فيهاش صمام الامان. فتوم بيقول لها انا عاوزك تهدي وتفضلي ماسكه القنبله، هنروح مكان تاني نرمي فيه القنبله. فبيفضلوا ماشيين في الغابه وبيطلعوا لمكان عالي عشان التليفون يلقط اشاره يكلموا الشرطه. فالقراصنه بيشوفوهم وبيضربوا عليهم نار، فالتليفون بيقع، فبيركبوا البتاعه دي عشان يهربوا منهم. وهم بيتزحلقوا دارسي رمت على القراصنه القنبله اتفجرت فيهم. فبينزلوا لقوا نفسهم على الشط وقريبين من اهلهم، فبيتسحبوا وبيروحوا المطبخ عشان يفكوا ايديهم. فما لقيتش غير السكينه المصديه بتاعه كارول، فبيحاولوا يقطعوا بيها الحبل ما بيعرفوش. فتوم بيقول لها تعالي هنقطعها بالمنشار الكهربائي. فدارسي بتخاف، فبيقول لها ما تخافيش هعد لغايه 3 ونقطع. فالحبل بيتقطع بس توم بيتعور، فدارسي بيغمى
بيغمى عليها لما شافت الدم. فالقرصانه دي بتسمعهم فبتروح ليهم، لقت دارسي مغمى عليها، فتوم بيجي وبيضربها بس هي بتعدمه العافيه، بس في الاخر بيمسكها وبيرميها على الارض بيغمى عليها. فتوم بيفتشها لقى معاها دعوه الفرح بتاعهم، فخد جهاز اللاسلكي ومشوا بسرعه، فلقى الناس اللي شغالين في المكان مستخبيين فبينزلوا معاهم تحت. فدارسي بتقول له اقعد عشان اطهر الجرح اللي في ايدك، فبيسمعوا صوت القراصنه فوق، فتوم بيسلم نفسه عشان ينقذهم، فبيطلع فوق وبيمسكوه وبياخدوه للقائد، فبيقول له العروسه فين؟ فقال له معرفش. فشون بيقول له كل اللي هم عاوزينه الفلوس وهيمشوا، فقول له هي فين؟ فتوم بيقول له قرب ودنك كده وانا اقول لك، فقال له كادو كاتشي، فقام ضربه في وشه. فتوم مسك شون وحط الدبوس في عينه وقال لهم لو حد اتحرك هفقع عينه. طبعا الناس مستغربه من اللي بيحصل، فتوم بيقول لهم ان هو اللي مأجرهم عشان يسرقوا روبرت، واتأكدت لما القرصان ضربني عشان قلت له كادو كاتشي، ودي كلمه من مدينه بالي اللي هي مدينه شون، وكمان لقيت دعوه فرحي مع قرصانه مكتوب فيها اسم شون. فشون لقى نفسه اتكشف، فقام ضارب توم واخد مسدس من القائد. شون بيقرر يروح يدور على دارسي بنفسه، واخد معاه خطيبه روبرتو هاريت رهينه، وبيركبوا الهليكوبتر. دارسي قررت انها تروح تنقذ توم، فبتروح ليهم وبتثبت توم بدل القراصنه، وبتقول له انت السبب اننا نيجي المكان ده، بس انا لسه بحبك ومش عاوزاك تسيبني. فبيجي القرصان وبياخد منها السلاح وبينزلهم كلهم حمام السباحه. فالقرصان بيكلم شون يبلغه بس محدش بيسمعه. فتوم بيقول لدارسي ان شون هو اللي مأجر الناس دي وخد معاه خطيبه ابوكي هاريت كرهينه. فدارسي بتستغرب مش معنى هي اللي خدها، في حاجه غلط. فالحاج لاري ابو العريس قال لهم انا عارف ليه، فشغل الكاميرا وراهم فيديو وهي مع شون، فبيعرفوا انهم مع بعض. نروح لشون وهو بيتخانق مع قائد القراصنه على الفلوس، فهاريت زقت القرصان بره الهليكوبتر وبتقول لشون هنكمل المهمه لوحدنا. توم بيقول لدارسي تعالي معايا هنكمل الفرح دلوقتي. فاهل العروسه بيتجمعوا مع بعض واهل العريس مع بعض، والحاج روبرتو رايح يقدم بنته لعريسها. فتوم بيغمز لدارسي فبيهجموا على القراصنه، فدارسي مسكت القنبله وبتقول لهم لو حد اتحرك هفجره، نزلوا السلاح. فواحد بيستسلم والتاني بيجري منهم وبيفضل يضرب عليهم نار. فكارول مسكت السلاح وضربت عليه نار، فجري يستخبى عند الالعاب الناريه. فتوم خبط القنبله بالمضرب راحت عنده واتفجرت فيه. توم ودارسي قرروا انهم يروحوا يبلغوا الشرطه، فبيجروا على المركب عشان يركبوها. فبيوصل شون وبيضرب عليهم نار، فتوم بيضرب عليه نار هو كمان، فالذخيره بتخلص. فبيركبوا المركب وبيجروا من المكان، فشون بيجري وراهم وبينط على المركب، وهم في الميه بتظهر الهليكوبتر اللي عليها هاريت، وشون بيقدر يطلع على المركب وبيفضل يتخانق مع توم. فالباراشوت بيتفتح وبيطيروا فوق. في الوقت ده هاريت بتضرب نار على دارسي، وتوم وشون بيتخانقوا فوق، بس توم قدر ينزل تاني على المركب، وهاريت فضلت تضرب عليهم نار. فدارسي لقت السكينه المصديه، فبيقطعوا الحبل بتاع الباراشوت، فبتيجي في الطياره الهليكوبتر فبتتفجر وبيموتوا. فبيرجعوا تاني على الشط وبتقول له انا بحبك، وبتلبس الخاتم تاني. والشرطه بتوصل للجزيره وبتقبض على القراصنه اللي لسه عايشين، وتوم ودارسي بيكملوا الفرح واخيرا اتجوزوا. وبيخلص الفيلم. وقبل ما اقول سلام اوعى تنسى الاشتراك في القناه، عاوزين نوصل ل 2000 مشترك حبايبي. سلام.